ولازم تكون فاهم كويس قوي ان موضوع القياده او موضوع القرارات كل الكلام دوت بيتبني عندك عن طريق الخبره. لو ما كانش في نظام عندك في المشاريع متبع، هتلاقي ان مشاريع البيم مش عارف تسيطر عليها، وهتلاقي كميه ناس داخله تعيد الشغل بشكل كبير جدا، وده بيسبب لهم مشاكل كتير، وبيسالوا في تفاصيل كتير قوي ازاي نقدر نخرج المشروع مع الفريق بكل التفاصيل بتاعته بشكل مظبوط، ونقدر نطلع بافضل النتائج من مشروع البي اي ام. فتعالى اقول لك على 8 نصايح تخليك تقود فريق البي اي ام اللي عندك في الشركه لانك انت تطلع مشاريع في الوقت والتايم، وكل حاجه تبقى مظبوطه، وكل الناس عندك في الشغل يكونوا مترتبين وقادرين ان انت تاخد حجم مشاريع كبيره وتطلعه في الوقت المناسب بتاع المشروع. اهلا بيكم. مهندسين كتير من اللي بيكونوا مانجر او بيكونوا في بوزيشن قياديه جوه مجال البي اي ام بيبقى عندهم مشكله في اداره او قياده الفريق بتاع البي اي ام، وده بيسبب لهم مشاكل كتير، وبيسالوا في تفاصيل كتير قوي ازاي نقدر نخرج المشروع مع الفريق بكل التفاصيل بتاعته بشكل مظبوط، ونقدر نطلع بافضل النتائج من مشروع البي اي ام. لان واحد من اكبر الحاجات اللي بيسبب مشاكل جوه المشاريع المهندسين اللي انت بتتعامل معاهم. ولو انت من الاول مش قادر تدير الموضوع، مش قادر تنظم الموضوع بشكل قوي، ده هيسبب لك مشاكل كتير قوي في مشاريع البي اي ام، لان البي اي ام مبني اصلا على نظام. لو ما كانش في نظام عندك في المشاريع متبع، هتلاقي ان مشاريع البيم مش عارف تسيطر عليها، وهتلاقي كميه ناس داخله تعيد الشغل بشكل كبير جدا. ولازم تكون فاهم كويس قوي ان موضوع القياده او موضوع القرارات او انك انت كل الكلام دوت بيتبني عندك عن طريق الخبره. وكل ما كان عندك خبره اكبر وعندك معلومات اكتر وعندك، كل ما كانت قيادتك بتكون افضل بكتير، وكل ما كنت قادر تاخد قرارات افضل من اي حد تاني لو انت مركز على انك انت تكون في البوزيشن دوت. فممكن تلاقي ناس قراراتهم سليمه، وممكن تلاقي بعض الحاجات تبقى شايفها من وجهه نظرك في بعض القرارات مش بطريقه مظبوطه. فمهم جدا انك انت تبقى مركز وعندك معلومات عن الاداره، وتحاول تتعلم من الاكبر منك في المجال، وتعرف تفاصيل اكتر عن الخبرات في حلول المشاكل، وتحاول بقدر الامكان تعلم نفسك عن طريق الكورسات وعن طريق الدبلومات ايه هي افضل الطرق اللي ممكن نستخدمها في موقف زي دوت عشان تقدر تطبق الكلام دوت في شركتك. فتعالى اقول لك على 8 نصايح تخليك تقود فريق البي اي ام اللي عندك في الشركه لانك انت تطلع مشاريع في الوقت والتايم، وكل حاجه تبقى مظبوطه، وكل الناس عندك في الشغل يكونوا مترتبين وقادرين ان انت تاخد حجم مشاريع كبيره وتطلعه في الوقت المناسب بتاع المشروع. اول نصيحه اقولها لك: establish clear rules and responsibility. مهم جدا جدا انك انت تبقى محدد ايه المهام وايه التاسكات اللي الناس المفروض تقوم بيها، لان لو انت مش قادر تحدد ده من الاول، ده هيسبب مشاكل كتير جدا عندك في الشغل، هيضيف لك اوفرلاب كتير قوي في الشغل، يخلي ناس كتير قوي بتخش على شغل بعضها. حاول بقدر الامكان تركز على انك انت تدي التاسكات محدده، وانك انت تبقى ممشي ورك فلو ما بينك وما بين المهندسين اللي انت شغال معاهم، وده هيفرق جدا بشكل كبير في المشاريع. لكن لو انت مش محدد الرول ومش محدد الريسبونسابيلتي دوت، بيخلي الناس تخش على بعض في الشغل، ويخلي الموضوع يبقى فيه تداخلات كتير قوي بشكل كبير، وبيسبب مشاكل كبيره جدا في المشاريع. بعد النقطه الاولى وهي ان انت حددت المهام وحددت الرول وحددت المسؤوليات بتاعه المهندسين، هنروح للخطوه الثانيه او النصيحه الثانيه، وهي create a detailed project plan. لازم من بدايه المشروع تكون محدد ايه الخطوات اللي احنا هنبدا بيها، وما تنساش التايم لاين بتاع المشروع، وما تنساش الديليفربلز، وما تنساش انك انت تبقى مفهم التيم بتاعك كله التايم لاين بتاعك، وان في خطوات ثابته عندي ولازم الناس كلها تشارك فيها بشكل محدد وطبقا للرولز والريسبونسابيلتي اللي انت حددتها من بدايه ما قعدت معاهم في اول ميتنج. فالكرييت ديتيلد بروجكت بلان ده بيوضح لهم المشروع هو عباره عن ايه، وبيحدد لهم كمان ايه الخطوات اللي المفروض نمشي عليها، ومن هنا بتبدا تطلع التفاصيل بتاعتك
بشكل قوي، وكل واحد من بدايه المشروع بيبقى عارف هو دوره ايه ومسؤول عن ايه وجوه المشروع ده، لان طبعا بتفرق من مشروع لمشروع. فمهم جدا مع كل مشروع تحدد دوت وتخطط ليه المشروع دوت هيتم ازاي، وهل احنا محتاجين عدد ولا مش محتاجين عدد. ده مهم جدا جدا ان انت تبقى عارفه من بدايه المشروع. من دورك كمان كقائد للفريق، لازم بعد ما حددت المسؤوليات والرولز والريسبونسابيلتي ورحت للديتيل بتاع البروجكت، بتطلع من ديتيل البروجكت ده لنقطه مهمه جدا، انك انت بتكتشف ايه نقط الضعف اللي عندك في الفريق وايه الحاجات اللي ناقصه في المشروع مش قادرين نعملها. وبالتالي ده هيقودنا للنصيحه الثالثه، وهي انك انت تبروفايد تريننج اند سبورت للتيم بتاعك. تبدا تشوف ازاي تدي للتيم بتاعك كورسات، ازاي ايه النقط الضعيفه اللي عندك في التيم بتاعك، ازاي تقدر تحسن ادائهم في نقطه معينه من نقط المشاريع. وده كتير بيحصل من الشركات وكتير من المهندسين اللي يعرفونا اللي هم بيكونوا عايزين يطوروا من التيم بتاعهم، بيكلمونا عايزين تكنيكال يتشرح، عايزين جزء مثلا في الداينامو، عايزين مثلا جزء برمجه، عايزين نطور الفريق في ان احنا نعمل 1 2 3. فمهم جدا ان انت كقائد للفريق بتاعك، مهم ان انت تيم ليدر لفريق البيم عندك، تشوف ايه نقط الضعف وايه المتطلبات بتاعه المشروع. لان احنا كنا اتكلمنا قبل كده على ان بيبقى فيه متطلبات جايه من بدايه المشروع متحدده، فلازم اشوف التيم بتاعي هل هو قادر ان هو يعمل حاجه زي كده. يعني هل في حد فيهم مثلا اشتغل في جزئيه الفاسيلتي مانجمنت؟ مفيش. يبقى انا ابدا ادور على كورسات ومهندسين اتكلموا في النقطه دي واخليهم يتابعوا مع المهندس ده ويعرفوا اكبر التفاصيل، علشان لما نيجي نخش في المشروع يبقى احنا ملمين بالتفاصيل دي ونوفر على نفسنا طرق كتير جدا في البحث. فدي نقطة مهمة جدا ان انت تدعم الفريق بتاعك. النصيحة الرابعة واللي بجد انا بفضلها جدا في الشركات، وهي انك انت تشجع على التعاون، encourage collaboration. الفكرة كلها انك انت كل ما بتخلق روح تعاونية ما بين الفريق، بانك انت مثلا تاخدهم يروحوا يلعبوا بدل، مثلا تاخدهم مثلا في ان انتوا تخرجوا، تبدا تعمل الميتنج بتاعتك مثلا في بعض الحاجات في اجواء خارجيه خارج المكتب، ان هم يبداوا يتكلموا ويطلعوا افكارهم. الحاجات دي كلها بتخلي في روح كويسه ما بين الناس. لما كمان تقعد في ترابيزه الاجتماعات لازم تبدا تسمع من كل الناس، لازم تبدا تقول لهم احنا عايزين نعمل حلول تعاونيه ما بيننا بشكل كبير. تحاول بقدر الامكان توصل الناس للنقطه دي، لان من الاخر دي من اكتر الحاجات اللي بتزق الشركات لقدام وبتوفر للناس كتير جدا. طالما في تعاون وطالما كلنا بقينا واحد وعايزين نطلع المشروع، كلنا هنتعاون، كلنا هنحاول بقدر الامكان ان احنا نطلع احسن ما عندنا ونساعد بعضنا بشكل كبير جدا. ودايما لو انت عايز تقوده او تكون ليدر كويس قوي في التيم بتاعك، مهم جدا ان انت تبقى عندك نظره مبعديه للناس اللي بتضغط عليها في بعض المشاريع والناس اللي هي ما اتضغطتش مثلا في بعض المشاريع، وتخلق روح مرح كده ما بينهم، بحيث ان الناس كلها تتعاون في ان هي تخرج افضل ما عندها. وما تنساش البادل تنس، بما ان انت عايز تخلق روح جماعيه جميله جدا. تلاقيني في النصائح اللي انا عاملها لك زي ورك فلو. فلما تيجي نخش على النصيحه رقم 5 تلاقيني بكلمك على الورك لود، او ازاي امانج الوركينج لود اللي بيكون عندي في الشغل. زي ما اتكلمنا في فكره التعاون اللي هتتم ما بين الناس في النصيحه اللي فاتت، ففي النصيحه دي لازم ومهمتك انك انت تقدر تمانج ضغوطات الشغل اللي انا كلمتك عليها ما بينك وما بين الناس. ولازم تبقى عارف كويس قوي فين الضغط بتاعنا والتايم لاين بتاعنا وازاي نقدر نسلم في وقت معين. ولو انت شايف ان الفريق بتاعك مضغوط جدا، ممكن تبدا تفكر في الحلول بتاعه البارت تايم. ممكن تستعين ببعض من المهندسين الخارجين بمعارفك ان هم يخشوا معاك في المشروع لو وقتهم يسمح. وفي افكار كتير جدا على ان احنا نخلص المشروع بتاعنا، والبيم بيسمح لنا دوت، وبيم 360 بيسمح لنا بدوت. وبالتالي نقدر نفكر في الحلول دي كلها بحيث ان احنا نمانج الورك لود، لان دوت من اكبر الحاجات اللي بتسبب مشاكل. ان لو عندنا ضغط كبير جدا والناس كلها بقت شايفه ان الشركه مش راضيه تعين ناس، او الضغط بقى كبير جدا علينا، ده بيسبب مشاكل كتيره جدا في المشاريع. وده من مهمتك كليدر انك انت تمانج دوت مع الناس
ولو هو في عندك ضغط بالفعل تعرف الناس. في ناس كتير قوي وتيم ليدر بشوفهم كتير قوي ما بيقولوش للناس ان احنا عندنا ضغط بالفعل او عندنا مشاكل بالفعل او احنا محتاجين ناس، لا بالفعل لازم تبقى بتعرف دوت بصوره ما، ومن ناحيه ثانيه تبقى بتقول لهم ان احنا ده اللي قدامنا وده اللي احنا المفروض نعمله وعايزين نعدي بيه، وده تحدي بالنسبه لنا ان احنا نعديه ونعدي المشروع دوت، وبعد كده نشوف ازاي نحل المشكله اللي عندنا. وده يمكن افضل طريقه تفكير في حل المشكله او في ازاي تمانج الورك لود اللي عندك. وطبعا ده مش بيحصل بالصوره الجماليه اللي انا بتكلم فيها، ولكن احنا بنحاول وبنسعى له على قد ما نقدر. ولازم تكون فاهم دوت، ولازم تفهم الفريق دوت، حتى كمان لازم تفهمهم كده برضو ان احنا بنحاول ان احنا نوصل لدوت، ولكن ما بنقدرش نوصل لنسبه 100% في الموضوع ولا حتى 80%. زي ما انتم شايفين كده احنا ماشيين بتسلسل خطوات ثابته وورك فلو. الخطوه دي جميله جدا جايه ورا الخطوه اللي احنا كنا بنتكلم فيها عن الورك لود، وهي انك انت تمانج وتمونيتور كل الناس اللي عندك، وتبدا تقيس القدرات اللي عندك، وتبدا تعمل ابريشيشن للمهندسين اللي عندك بشكل كبير، وتبدا تمانج دوت، وتبدا تقول للناس احنا بنتقدم وبنوصل لفين وخلصنا ايه وما خلصناش ايه، وتبدا توريهم قد ايه هم بينجزوا، قد ايه هم بيخلصوا، لان ده بيعود بشكل كبير جدا على المهندسين ان هم بالفعل عملوا بروجرس قوي ويخلصوا تفاصيل كتير، حتى لو انت في بعض الحاجات ما كانتش احسن حاجه. تعال فكر كده معايا، وده بالفعل تجارب انا عملتها مع ناس كتير في المشاريع. لو انا دلوقتي رحت من اول تسليمه رجعت اتخانقت مع الناس عندي وقلت لهم ان انتوا ما كان ادائكم سيء وكان مش عارف ايه وحصل دروب ومش عارف ايه، خلاص هم بقى في طابع كده سلبي عند الناس كلها ان احنا اصلا اترفضنا. فبالتالي بمجرد ما انا بقول لك انك انت اترفضت من اول طلعه ومن اول ميتنج، انت خلاص بتبدا مخك اوتوماتيك ياكتيف اللي هو طب خلاص ما هو اصلا الموضوع بايظ اصلا من الاول. بعكس لو انا مره واقول لهم لا وعايزين نسلم وعايزين نعمل بس عندنا شويه حاجات واحنا الحمد لله وصلنا لكذا وصلنا لكذا، وخدت البوينت كلها من ناحيه ثانيه ان احنا هنعدل، واو يعني الموضوع اتقبل، الموضوع اتقبل، فتلاقي ان الناس ابتدت تخش معاك بشكل كبير، والناس ابتدت تتفاعل معاك بشكل كبير. مره الثانيه الثالثه مره في النص تروح قايل لهم لا ده حصل دروب في 1 و2 و3 محتاجين ان احنا نرجع. الناس اصلا انت بتحمسهم، فبالتالي هيبقوا هم فاهمين ومخهم فاهم كويس قوي ان احنا كان الاسبوع دوت في بعض الضغوطات وكان عندنا مشاريع ثانيه، وبالتالي ما ركزناش في المشروع دوت. الاسبوع اللي بعده لا لازم نركز فيه ونبدا نوصل لافضل حاجه من الشغل بتاعنا. فده بيفرق جدا، انت اللي بتخلق الروح دي جوه الناس، فمهم جدا ان انت تركز في النقطه دي. نصيحه رقم 7، لازم تطور من الفريق بتشجيعهم، بان هم لما يكونوا مثلا مجهدين في شغل او ايا كان لازم يبقى في طاقه ايجابيه كده، انت بتحاول تتكلم معاهم وتحاول ان انت تقول لهم معلش، وتحاول تديهم بعض الموتيفيشن ان هو خلاص هنخلص دوت ونخش على مرحله ثانيه او ايا كان بطريقه ما. انت عارف كل شخصيه وعارف الناس اللي حواليك وعارف ازاي تموتيفيت الناس اللي معاك بشكل ما علشان الناس تفضل قادره ان هي تنتج وقادره ان هي تطلع، وتحاول بقدر الامكان تاخد القرارات منهم هم. لو احنا عندنا مشكله فلانيه نقدر نعمل ايه، فالناس تقترح، هي الناس بتحب تعمل اللي هي بتقترحه، فمهم جدا جدا ان انت تاخد رايهم وتاخد التفاصيل اللي هم بيقولوها وتشاركهم في الكلام دوت، لان الكلام دوت هيفرق معاك انت جدا في المشاريع بصوره كبيره. النقطه رقم 8 ودي يمكن اهم حاجه في كل المشاريع بتاعتك لازم تعملها، ان بعد تسليمه اي مشروع لازم يكون في احتفاليه صغيره. كانت التسليمه دي كانت سلبيه او كانت حتى ايجابيه. سلبيه هنقعد نضحك ونهزر ونتريق وانت اللي ضيعت المشروع وانت اللي عملت وانت ما كان المفروض كذا وكان المفروض كذا، بس بهزار وبضحك، لان في الاول وفي الاخر احنا تيم واحد وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نوصل لافضل حاجه. ولو كانت طبعا ايجابيه هنحاول بقدر الامكان ان احنا نحتفل احتفال كبير شويه، ونحاول ان احنا نبوش مع الناس بشكل كبير ونقدر الناس، ويبقى في بعض المكافآت من الشركه، لان انت في الاول وفي الاخر بتخلق روح قويه ما بين الناس ان هم
يبقوا مبسوطين بالنجاح اللي هم عملوه. ولو في بعض الاخطاء مهم جدا ان انت تتكلم عنها، حتى لو كان في النجاح مهم جدا تتكلم عنها، انك انت الحاجات دي بتبقى جميله جدا لما مثلا الشركه بتقرر ان هي مثلا تعزم الفريق اللي قام بالمشروع على حاجه جوه مقر الشركه، وتقعدوا تتكلموا وتقولوا لا لو كنا عملنا كذا كان ممكن يكون افضل، ورايك ايه يا باشمهندس ورايك ايه يا باشمهندسه، وتبدا تعمل زي حديث كده ما بينك وما بين التيم. ولو المشروع كان سلبي هيبقى لازم فيه هزار شويه، وما تحاولش تحمل على اي حد الخطأ، بالعكس حمله على الفريق ككل، وابدا يتكلم في ايه الحلول اللي كان المفروض نعملها عشان كان الموضوع يحصل بافضل صوره ممكنه، وايه المتطلبات اللي احنا عايزينها علشان نطلع افضل حاجه من المشروع. في الاخر كل اللي انا عايز اقوله لك ان اللي احنا قلناها دي ممكن تقول عليها الظروف المثاليه، انا ما بقولكش نفذها بنسبه 100%، ولكن عينك دايما على الثمان نصائح دول انت بتعمل منهم ايه. ودايما لو هم قدامك الثمان نصائح دول انت كاتبهم، النهارده هعمل منهم كذا، النهارده هركز في كذا، النهارده هسبورت التيم، هفكر في ازاي اجيب مثلا حد يدي تريننج للتيم. لو حاول تبقى قدامك الثمانيه دول بشكل كبير في كل المشاريع عامه، ومش بس في المشاريع الهندسيه. في مهندسين كتير جدا على قدر كبير جدا من التكنيكال، لكن هم دايما مركزين على التكنيكال، مركزين في ضغط الشغل، ما بيقدروش الناس، ما بيدعموش الناس، ما بيعملوش بعض الحاجات الترفيهيه للناس بحيث ان هم يوروهم قد ايه احنا مش بس كل الموضوع شغل بشكل روتيني، لا بيبقى فيه افكار كتير جدا. فلو انت عايز تبقى ليدر ناجح في ايا كان في مشاريع البيم او في اي مشروع تاني، او قررت تسيب هندسه وتطلع ليه شغل تاني، مهم جدا ان انت تطبق ده. وده بالفعل بيحصل في الشركات الكبيره، وناس مسؤوله عن الكلام دوت في شركات كبيره، بحيث ان احنا نوصل لافضل الحاجات. ولكن احنا طبعا هنا يعني ما عندناش الحاجات دي بتتطبق، ولكن انت حطها وحاول تطبق منها. كل الفكره هي لسته هتكتبها عندك انت كتيم ليدر، وتحاول بقدر الامكان مع مرور الوقت طبق دي مره، طبق دي مره، طبق دي مره، وشوف النتيجه هتبقى عامله معاك ازاي. بالتوفيق ليكم. لو عندكم اي كومنتات او اي استفسارات او عايزين تسالوا عن اي حاجه سيبوا لي في الكومنتات. اشوفكم على خير، وادعمونا باللايك وبالشير وبالحاجات اللي انتوا عارفينها، علشان هم في الاعداد بيقولوا لي ان انا لازم اقول الكلمتين دول. ماشي؟